اهلا اهلا ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحه على طول. متحمسين لفيديو اليوم؟ متحمسين، الشمس طالعه والدنيا بتجنن. خلونا نبلش نشاطنا باول النهار. يلا خلونا نبلش. وقررت اني آه، جذب العشب لانه بلش يطول. قبل ما يطول مشان ما يطلع عندي كمية عشب بالاكياس بحاول اني اجذبه قبل ما يطول بشكل كتير كبير. نتوكل على الله. عنا مهمة كتير كتير طويلة. وهلا هيك صبايا مثل ما انكم شايفين خلصت القسم الاول، قسم اليسار، قسم السروة الكبيرة. هلا شو بفضل علي؟ القسم هذا القسم مع فكرة هذا بيجنن. هذا يعني انه صحيح اصغر من هذا، بس هذا لانه جاي بالطول وجاي بيناته احواض. هذا بيجنني بي بيطلع لي روحي. الحمد لله رب العالمين، مو مشكلة. يلا رح نعمل استراحة قصيرة ومنكفي، بنشرب مويه ومنكفي. وهلا هيك يا صبايا خلصت القسم تبعيت البركة كله. عفوا، كلياته شايفين؟ كله حرسته، كله انحرس. هوني كله نظيف، كله محروس الحمد لله رب العالمين. شايفين؟ اوه هلا لسه بدي احرس هون شوي، بس الحمد لله الوضع رجع نظيف مهفهف ومقلفط الفطه. الحمد والشكر لله رب العالمين. هلا بدي ارجع كل شيء لمكانه. هون بحولي البركة كمان صار نظيف. انجزنا انجزنا. الشمس طالعة بتجنن. شايفين وقت الشمس بتطلع كيف بتصير عندي الهمة والنشاط هذا الشكل. وهلا هيك بعد ما نظفنا الحديقة والعشب حطينا المنشر ردينا رجعنا، وخلونا ننشر الغسيلات. مازال الشمس طالعة مشان نلحق ننشر وجبة تانية.
هلا صبايا بعد ما خلصنا من حراسة العشب شو بدنا نعمل؟ بدنا نبلش بقى بزراعة محبوبة الجماهير اللي هي الملوخية. بس قبل ما نزرع الملوخية شو بدنا نعمل؟ بدنا نسمد التربة. خلونا نسمد التربة. خصصت للملوخية هي المسكبة، شايفينها؟ هي خصصتها للملوخية. وهلا صبايا قبل ما احط السماد رح هوي التربه شوي. قبل شوي اجوني هدول الجيران اللي هوني عم يتعرفوا علي، طلعوا جيران جدد. قلت لهم انا ما بعرف القديمين بالاصل ما بعرف القديمين، هدول من هي الجهه لسه ما تعرفت عليهم القديمين لحتى اعرف الجدد. فكانوا كتير لطيفين، كتير لطيفين والله. تعرفت عليهم. جارتي الجديده اسمها بربرة. وبس هلا خلونا ننكش التربه مشان نسمدها. هلا هيك نفسنا التربه. هلا بنجي للسماد. انا عم بستخدم هون السماد البقري مثل ما انكم شايفين. بنجيب السماد ومنرشه. بدنا نرش السماد هون على التربه. وهلا بعد ما نسمد كمان بنرجع بننكش التربه بنهويها. بسم الله توكلنا على الله. هلا صبايا بعد ما سمدت التربه رح ارجع اعمل لها هيك تمشيطه ناعمه. تمشيطه ناعمه جدا. ثواني لكم كيف بالعرض. هلا كوني عملتها اول شيء بالطول، هلا بنعملها بالعرض. قبل شوي عملتها بالطول، هلا بنعملها بالعرض مشان تتساوى، تكون مستويه، مشان يتوزع السماد منيح. هلا هيك مشطنا التربة. هلا بدنا نبدر الملوخية. قبل ما ابدر الملوخية كنت ناقعة صار لي 3 ايام ذرة، ليكوا لحتى بلشت تتجذر الذرة، شايفينها بلشت تتجذر. راح ازرع على الحرف بيني وبين الجيران. هلا شوفوا صبايا راح اعمل خط بحرف المسكبة هيك، خط صغير نزرع عليه دورة من دارته الذرة. بعد ما عملت الخط مثل ما انكم شايفين رح احط له شويه سماد كمان داخلي، بحيث اذا غمرنا التربه يكون فيها سماد. وهلا بنجيب حبات الذره المنقوعه صار لها 3 ايام، ليك وبلش الجذر تبعيتها يطلع، وبنحطها جنب بعضها هوني، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله توكلنا على الله، ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهلأ بنغمرون بسم الله ونسمي بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله بسم الله بسم الله. قديش امبارح صفيت التربة من الحجر، اليوم لسه في حجر، بس دائما طبعا بنظفها اول باول، وقت تطلع معي حجرة بقيمة. الذرة. خلونا نزرع الملوخية. صبايا هي الملوخية شو رح نعمل؟ مثل ما عملنا بالبقدونس، بدنا نخلطها مع التراب ونرشها بالمسكبة. بسم الله. رح اعملها على وجبتين لانها كتيرة. بنجيب الملوخية هيك وبنجيب التراب، بتكون كمية التراب أكثر من الملوخية. وبنخلطهم مع بعض. وهلا بنقوم بنبدرهم بالأرض. وهلا خلونا نتوكل على رب العالمين ونقول هي أول مرة بزرع الملوخية يا صبايا. أنا بالنسبة لي أول مرة بزرع، وبنصير بنبدرها هيك بالأرض، شايفين؟
هيك مبدرة. بسم الله. أنا لازم أشلح الكف لأنه ما بتحكم، لازم نشلح الكف. بلا كف أحسن صبايا. هلا هيك صبايا بعد ما بدرنا الملوخية نعمل لها كمان هيك شوية تجريفة بالشوكة مشان بدنا نسقيها. بسم الله مشان تتوزع الملوخية معنا هيك خفيفة خفيفة خفيفة. وهيك زرعنا بهي المسكبة ملوخية ان شاء الله تزبط، ما بعرف اذا بتزبط. ملوخية ودرة خلونا نسقيهم. وهلا مثل ما انكم شايفين يا صبايا راح نسقي التراب بعملية الرش. ما بدنا ضغط كتير عليها مشان ما تنجرف البذور لتحت. بنرشهم هيك بنرطبهم هن والذرة. ما عم بقدر اقدم لقدام، هذا الاقصى حد للنربيش، لازم طوله، لازم نجيب نربيش طويل. وهي خلونا كمان نسقي البقدونسات بطريقنا، لسه ما كشفنا عنهم، عم ينشفوا بسرعة لأنه الدنيا شوب هاليومين. وهي الفاصوليا كمان وهنيك بنعمل لها رشة خفيفة على السريع. وبعد ما خلصت معاكم الزراعة والسقاية وحراسة العشب، رحت اشتغلت بالمنطقة اللي قلت لكم عليها، عم صور لكم منها مشاهد حتى تشوفوها بفيديو واحد. تقريبا اشتغلت شي ساعتين، فجعت كتير. اليوم رح اكل هيك اكل صيفي بارد خفيف، اعمل سلطة الشوندر والبرتقان، وكمان عم بسلق بطاطا، وبدي اعمل صدر دجاج مقلى، لانه ما حد اليوم رح يتغدى بالبيت. نارا بدها تتغدى مع رفيقتها بالمكتبة، عمر بده ياكل بالشغل، ابو عمر بده يرجع كتير متاخر يعني عند المغربيات لحتى يرجع، وبده ياكل كمان برات البيت، وجاد رح ياكل بالمدرسه. ما في الا انا وحيده كالقمر. تسمعوا هي بوحيده كالقمر وانا كذلك. المهم كنت سالقه بطاطا، وحطيت صدر دجاج وحيد كالقمر كمان، وبلشت قليه على الوجه وعلى القفا، كل وجه حطه تقريبا شي 7 دقايق، وضليت عم قلبه لحتى استوى على الأخير. والبطاطا كمان قشرتها وسلقتها مشان تستوي بسرعة، لأني كنت جوعانة كتير كتير بصراحة. وأنا عم بعمل الغداء إجاني الشحن، كان طاولة التلفزيون واصلة، فهلا أنا عم بستنى أبو عمر ليجي بفارغ الصبر حتى يركب لي طاولة التلفزيون. رشيت عليها رشة ملح لهي السلطة، وكمان رح عصرت عليها ليمونة، وكمان نقطة زيت الزيتون، آخر زيت الزيتون عندي لازم اتسوق كمان هذا الأسبوع ضروري. وجبت صدر الدجاج بعد ما استوى معي كمان رح أقطعه مثل الستيك، بعمله على أساس مستوي عبقلكم من جوا ومن برا، وهيك صارت جاهزة. وكمان البطاطا المسلوقة كمان رح احط كم حبة بطاطا مسلوقة، وهيك أطيب غدا بهالطقس الصيفي
ممكن تاكلوه صدقوني للدايت للحمية، ومغذي وبيشمل كل العناصر الغذائية سواء كان بروتينات نشويات وفيتامينات كمان وألياف. يا سلام، نقطة زيت الزيتون عم تنازع زيت الزيتون. وهيك يا صبايا كافأت حالي بعد التعب الطويل بأطيب أكلة صيفية، سلطة وبطاطا مسلوقة وصدر دجاج. هذا هو غداي لليوم، الحمد لله رب العالمين. الله يديم علي وعليكم النعم يا رب ويحفظها من الزوال. راحت عليهم قال بدهم ياكلوا كلياتهم برات البيت، فأنا اليوم عملت لحالي، يعني إذا ما أجوا ما باكل، طبعا باكل لقمة شهية، والله لقمة شهية مع هالطقس الحلو والجو الشوب كتير، يعني الواحد لازم ياكل شي بارد. شغلت النرويجي شوي مشان هيك تتحرك المي بين ما نشغل الفلتر. والسلطة تبعت البرتقال والشوندر بالشوب، يعني لازم تاكلوها مع عصرة ليمونة وزيت الزيتون. يا سلام، خطيرة جدا 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 جدا. وهلا مثل ما انكم شايفين واخيرا وصلت طاولة التلفزيون، عبارة عن 3 اقسام. هدول هن ابو عمر بده يركبها، فكنا نحن بس جبنا طاولة سفلية، لا جبنا لها لا خزاين ولا شيء. عم حاول قدر الامكان اعتمد بيتي على البساطة، ما بدي لا خزاين لا تعجيقات. الخزاين بتجمع كراكيب، والكراكيب انا ما عم حب الكراكيب ولا عم حب اي شيء ناعم وصغير. فهلا خلونا نركبها ونشوف كيف موديلها. شوفوا صبايا، نحن اخترنا لون الطاولة مثل لون الأرض، مثل لون الأرض تماما. شايفين لونها مثل لون الأرض، يعني باختلاف درجة بسيطة جدا جدا. طبعا هلأ في مباراة، نارا خانم عم تتابع بين مين ومين يا نارا؟ بين مين ومين؟ بين ماني سمعانتك. بين بايرن وريال مدريد. ومين عم تشجعي انت؟ بربيك يا خاينة. لازم تتشجع الفريق الألماني. ليش لا؟ عم تشجع ريال مدريد نارا. المهم عم نتفرج على المباراة وعم نركب الطاولة. بركي من هون قبل ما يخلص الشوط الأول أبو عمر بيخلص تركيبة. نحن ركبنا وحدة، ليك هو هي ركب أول وحدة. هنا بيجوا 3 موصولين مع بعضهم، فهلا رح يركب الثانية وبعد منا الثالثة. لسه النتيجة 0-0. أنا ترى مع ريال مدريد، يعني أنا ريالية. كان رح يدخل هدف.
بصراحة تركيبة يعني سهل، ما صعب كتير. هيك أكل عليها نص ساعة تركيب بس، مو أكتر. يعني بدهم ساعة ونص لحتى يخلصوا تركيبهم كلها. لا، الثانية بتكون أسهل، لأن الأولى بيكون عم يتفرج على الكتالوج كيف بدها تتركب، فبيكون التركيب بطيء. أما الثانية هلا بدون كتالوج عم يشتغل فيها، لهيك بتتركب بسرعة. جول ريال مدريد، دخلوا جول. مبسوطة نارا خانم كتير. 1-0. جاد مع بايرن ونارا مع ريال مدريد، اثنيناتهم ضد بعض. وهلأ في ضربة حرة. جاد متوتر كتير كتير يا جماعة، ادعوا له. خلينا أبو عمر يبعد بين ما تخلص المباراة، رح يشتغل بالطرف الثاني. راحت يا جاد. المهم صبايا، ركبنا الطاولة تبعت التلفزيون مثل ما نكون شايفينها. ما مبينة، مو مبينة، كأن الأرضية سبحان الله طلعت مطابقة للون تماما. شايفين هذا الخط الأسود، هذا الفراغ اللي عند الدروجة، هذا هون في إله أضوية، بيطلع ضوء ذهبي، يعني إنه اللون الأصفر، الضوء الأصفر، بس لازم نطلبه. فأبو عمر طلبه، ووقت منطفي الأضوية كلياتها، فبيطلع من هون خط ذهبي مثل ما مبين عندكم بالصورة. هلأ أفرجيكم إياها هون بأعلى الشاشة من الموقع. المهم نحن هيك بدنا إياها يعني إنه هيك بدنا إياها للطاولة، يكون طاولة بسيطة. طبعا هلا يعني الأساسيات تبعوت الغرفة تكاد تكون خالصة. بيضل علينا بقية الإكسسوارات، مثلا شوية لوحات. هون بدي أحط لوحة، وهون كمان بدي أحط لوحة، وهنيك بالزاوية بدي أحط زريعة طبيعية، شجرة زريعة طبيعية. وهنيك في شغلة شفتها إن شاء الله بدي أجيبها، بدي أحطها هون بالزاوية تبقى نفرجيكم عليها. هاي التفاصيل البسيطة طبعا بقلكن عليها وفرجيكم إياها أول بأول. هيك صار يعني تقريبا الطاولة جاهزة. بيفضل علينا بس نستنى خط الإضاءة البسيط، هيك خط ناعم كتير كتير، محل هذا الخط الأسود اللي شايفينه. أنا حبيتها كتير بصراحة، وحبيت لونها، يعني إنه لونها كتير عجبني، لأنه مطابق للأرض 100%. 100% مطابق للأرض. هلأ شو بصفي؟ بفضل علي الطاولات الصغيرة بس، يعني هي من الأساسيات تعتبر الطاولات الصغيرة. وخلصنا. هي الطاولة الحمد لله رب العالمين، يعني طاولة خفيفة نظيفة بسيطة، بدون أي تعقيدات، بدون أي تعجيات. طبعا التلفزيون بده يتعلق بالحيط، ومو هذا التلفزيون، تلفزيون تاني. هذا التلفزيون رح يكون لشقة الحديقة. فأنا يعني بالمجمل حبيتها والله. انتوا عطوني رأيكم كمان صبايا بالتعليقات، حبيتوها ما حبيتوها. بس أنا المهم حبيتها والله، حبيتها كتير، ناعومة خفيفة نظيفة بدون أي تعجيقات. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص. بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا منه. وإذا عجبكم صبايا لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. طروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوقات جديدة ووصفات جديدة وبستنة جديدة بقناة جيلان شانل. باي باي.